التصوير امبارح وصلنا الخبر، كان عندنا تصوير معها، يعني المفروض تكون هي وفاء وصل لي ورجاء يوسف موجودين معي بنفس اعلان للاردن. كلاتنا جينا ولبسنا وتمكجنا، والمخرج صار يقول تاخرت مدام هدى. اتصلت بنتي عم تقول لي ماما مو عم تقولي هدى معكم؟ قلت لها يا قالت لي كاتبين على الفيس انه انقتلت. انا خبرت الكل. الله يرحمها. وين امبارح لو اجت كنا عم نمزح ونضحك، هلا فايته بالتابوت. ما بتنتسى، إنسانة ودودة ومحبة وقلبها طيب. بدل ما تفيق على الصلاة هي بتصلي الصبح، جاية هديك الله ليسامحها يا رب، خابطة بالهاون على راسها هي نايمة، الله لا يوفقها. بس كمان بقول إنه رب العالمين حيستقبلها بأشهر كريمة وأفضل أشهر وأفضل أيام، يمكن لأنه الله بيحبها. فيقوني من النوم امبارح يعني على هذا الخبر. أحد الأصدقاء المقربين يعني اتصل فيني وقال لي العوض بسلامتك، هدى الشعراوي انقتلت، يعني ماتت، ممكن واحد يتقبلها ماتت، أما انقتلت يعني فقت على هذا الخبر الصاعق الحقيقة. يعني أنا كتبت هيك، قلت بأي ذنب قتلت، لأنه ما بعرف شو اللي ممكن يوصل حدا انه ينهي حياة حدا لأي سبب من الأسباب، أيا كان السبب. ما بعتقد انه في شيء ممكن يسمح لحدا انه